أشرف حكيمي واحد من أشهر اللعابة ومن أفضلهم في العالم كامل. بعد سنوات ديال الزواج مع التونسية هبة عبوك، في هذه الأسابيع الأخيرة أعلنت هبة رسميا على الطلاق من أشرف حكيمي. دابا غادي نردكم لكاع هاد المراحل وهاد الفترات اللي دازو منهم في هاد الأشهر الأخرانيين حكيمي ومراتو. من مور المونديال بدات المشاكل وبدات شي إشاعات كتخرج بلي راهم ما مفاهمينش وراهم مفارقين وكل واحد ساكن في بلاصة بوحدو. شويه غتجي القضيه ديال الاتهام ديال حكيمي من قبل السلطات الفرنسيه. من بعد منها غادي تلوح هبه واحد ستوري اللي هي من اخر الحوايج اللي دارت، اللي هي غادي تقول فيها بزاف ديال الحوايج على هذا الموضوع ديال الطلاق وكذا. وكاع وسميتو من بعد بداو في المسطره ديال الطلاق. من بعد ما بان ليهم بلا ما بقاش، ما بقى ما يدار، صافي هذاك هو الحل الوحيد، مبقى حتى حل اخر. وغادي ندوزو للحيلة اللي دار حكيمي في التعامل مع الثروة ديالو اللي تقدر تديها مراتو هبة عبوك. غنهضروا على هادشي كامل، ولكن قبل ما نبداو الناس مازال ما داروش ابوني ديروا لايك لهذا الفيديو هذا، فاش نساليو بارطاجيوه مع اكبر عدد من الناس. ما بقى لنا والو باش نطلعوا لي زابوني عاوتاني، ما بقى لنا والو دابا، خصنا نطلعوهم دابا مع هذا الفيديو هذا. 2018 فاش تلاقاو اول مره قرروا يتزوجوا وولدوا جوج ديال الدراري. هبه ممثله معروفه في اسبانيا، ماشي زعما شي ممثله عاديه، لا راه مشهوره بزاف وعندها بزاف ديال لي فولورز في السوشيال ميديا وهادي. من مور المونديال بداو كيخرجوا شي اشاعات على انهم فارقين وكذا، ما فاهمينش، كل واحد ساكن بلاصتو. وفعلا كانت هي في شي دوله من دول الخليج في ديك الوقت، وهو كان في فرنسا. كلشي غادي عادي حتى غتخرج ديك القضيه ديال البنت اللي غادي تتهمو، غتمشي ديكلاري بيه عند البوليس. هبه ملي وصلاتها الخبار حتى هي بحال كاع الناس، ما خرجتش في ميديا ولا شي حاجه، ولا قالت شي حاجه في شي ستوري ديالها ولا شي حاجه، لا. بقات جالسه وضعيه مهدنا، ما خرجت حتى حاجه. فهاد الشهر هذا الامور كانت وصلت لواحد الحد اللي صعيب شويه. بدات صافي قضيه متوتره، ما بقاش مفاهمه بيناتهم هادي. وغادي تخرج هبه هاد المره في ستوري ديالها وقالت بلي راه ماشي حتى الاتهام دابا عاد مبقيناش مفاهمين، وبلي راه حنا مده وحنا كنوجدوا لهاد الطلاق هذا، وراه مده وحنا مفارقين. وقالت انها ديما كانت دايره جهدها مع العائله وديما كتضحي على ودهم، ولكن دابا ما بقى لها فين تزيد، صافي وصلت لواحد الحد اللي ما تقدرش تزيد فيه شي حاجه اخرى. ودابا ندوزو للموضوع المهم واللي هو اللي كيهضر عليه كلشي تقريبا، اللي هو ان هبه مرات حكيمي طالبات عن طريق المحامين ديالها باش انها تاخذ نصف الثروه كما كيقول القانون تما في فرنسا. وحكيمي غادي يصدمها بواحد التصرف اللي كان دارو من قبل، هو يعني راهم كانوا موجدين لهذا الشيء، ما تعرف شنو يوقع. غيصدمها ملي غادي تعرف ان الفلوس ديالو كاملين ما عنده حتى حاجه في سميتو، ولا الديور ديالو ولا طوموبيلات ديالو ولا حتى حاجه ما كاينه في سميتو، وكل شيء في السميه ديال مو. هي مو اللي كانت ديما كتبان معاه، راه هي اللي في السميه ديالها كل شيء. هذا الشيء على حساب شنو قالت وسائل الاعلام. المهم حاولت ندير لكم واحد الملخص لهاد لافير كامله ديال حكيمي. كيبان لي قضيه مازال ما غاديش توقف هنايا، والمحامين ديال هبه مازال غادي يطعنوا في هادشي كامل، رغم ان هبه ما وقفاش على الفلوس ديال حكيمي، حتى انها كما قلت لكم ممثله مشهوره وعندها بزاف ديال الفولورز كذا، كدير اشهارات، خدامه على راسها واخا هكاك، ما محتاجاش الفلوس ديال حكيمي. وكنظن انها غادي تتبع المسطره حتى الاخر، حيت ما عندها ما تخسر. الا ربحات شي حاجه هو هذاك، ما ربحاتش دارت جهدها. هادشي اللي كان في فيديو اليوم، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.